مثل ما ذكرت هي صفقة أبعادها لا حدود لها ومكاسبها أيضا لا حصر لها. طيب أستاذ مسلي، سمعنا وقرأنا في الصحف ووسائل الإعلام العالمية والمحلية أخبار وأرقام ونسب وتحليلات وتكهنات وإلى آخره. حان الوقت أن نسمع منك تفاصيل أكثر عن هذه الصفقة التاريخية. الآن ما أقدر أتكلم شيء سلبي أمام الإعلام كله موجود. ما عشان كذا إحنا نحتاجك تقول لهم حيلاحقوك. لكن الواقع يعني ظهرت أخبار كثير، وأنا أحترم اجتهادات وسائل الإعلام، يعني هم يجتهدون ويحاولون يبحثون عن المعلومة وهذا حق مشروع لهم، لكن ظهرت أخبار يعني كثير غير دقيقة، وإحنا متعودين على الأمر هذا في وسط رياضي أو مع نادي كبير زي نادي النصر أو نجم عالمي مثل كريستيانو. طبعا كان في ناس يتكلموا عن مسألة التمويل. أنا أقول وجود نجم بجماهيرية كريستيانو ونادي بحجم شعبية نادي النصر ومنافسة مثل الدوري السعودي كفيلة استقطاب أي رعاة أو رعاة كبار، وهذا بالفعل يعني عندنا رعاة سيعلن عنهم خلال الفترة القادمة الأيام القادمة، هم رعاة يعني تجاريين للصفقة، وأيضا سيكون هناك رعاة للنادي، والعوائد من هذا التعاقد هو من ناحية تجارية هو مفيد جدا لنادي النصر وللدوري السعودي، وإن شاء الله الأيام القادمة ستظهر تفاصيل وتنفي كثير من الاجتهادات. طبعا إذا تكلم عن أرقام الصفقة بالنسبة للنجم مثل كريستيانو مثل ما سبق وقلت هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، طبيعي يكون هو اللاعب الأعلى يعني راتب في العالم، وهذا أمر يستحقه، يعني ما أعطيناه المبالغ اللي يستحقها. لكن أنا أبغى أوضح جانب آخر من المفاوضات يعكس احترافية كريستيانو. أثناء المفاوضات كان من ضمن يعني النقاش اللي هو أو الرغبة اللي أبداها أن باقي الأمور يكون يعامل نفس المعاملة مع بقية زملائه من ناحية المكافآت، من ناحية أنظمة النادي، يكون مثل أي لاعب، وهذا أمر لا يستغرب منه لأنه لاعب كبير، لاعب محترف، وهو قدوة لكثير من النشء واللاعبين في العالم، واللي يعني الأندية اللي تعاملت مع كريستيانو ما تستغرب الأمر هذا منه بدون شك. النصر له النصر إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ مسلي.